السلام عليكم. وصفتنا اليوم مغربية بالدياي. اعتبرتها مثل الشوربة خفيفة ويحبها الصغار والكبار صراحة. وشفت الوصفة هذه من عدة دول اخواننا، التوانسة، المغاربة، الجزائر، لبنان، كل واحد ووصفته الخاصة. بالبداية راح اسلق افخاذ الدياي، وعلى حسب ذوقك، يمكن في ناس يحبون صدور أو دياية كاملة مع عظام أو بدون عظام. راح آخذ 500 جرام يعني قلاصين من مغربية، راح أسلقهم لمدة ربع ساعة وأصفيه وأغسله. ضفت زبدة الكوكونات هذه بدون ريحة، وفي ناس تحب سمنة زبدة يعني على كيفكم. حطيت 5 حبات من البصل، وفي إضافة أكثر من الحبات ال5 يعني يوصلون لل10، هم يعطي طعم حلو. راح أضيف ورق الغار والدياي المسلوق، حمرتهم ورشيت عليهم بهار السبع، ملعقة كبيرة يعني، ورشة فلفل أسود. هو سبع البهار في كل شيء يعني. تحريك خفيف لين يحمر. راح أضيف الماي المسلوق، ماي الدياي. خلصنا سلق المغربية مدة ربع ساعة وغسلتها، وراح أضيفها فوق الشوربة، نخليها تكمل باقي الطبخ. راح أضيف شوية ملح على حسب المذاق. راح أضيف قلاص من النخي أو حمص، يكون مسلوق من قبل أو جاهز يعني اللي يبيعونه جاهز. إضافة عصرة ليمونة، وكذي خلصت الطبخة. ووايد خفيفة حلوة، حتى اللي يسوون دايت حلو. وجبة غذائية كاملة. طعم المغربية تقريبا كنا معكروني من فصيلة المعكرونيات يعني. وعليكم بالعافية، يحبون الصغار والكبار.